السلام عليكم. اليوم موضوعنا بخصوص منصة باينانس. هي منصة باينانس، المنصة تعرفوها المنصة الأولى بالعالم من حيث تداول العملات المشفرة. طبعا قبلة التوثيق بالعراق، وراح أشرح لكم الفيديو مالتنا كيف توثق حسابك اللي على الباينانس إذا كان عندك أو ما. فشرحنا اليوم إذا كان عندك تدخل على أول اختيار، وإذا كان ما عندك تدخل على ثاني اختيار. ثاني اختيار راح يوجهك للاسم والإيميل. أول شي تكتب اسمك، ثاني شي بعدها تكتب الإيميل وجوال باسورد. آخر شي خيار الإحالة، يعني رابط الإحالة لازم يكون عندك رابط إحالة حتى تحصل صندوق هدية أول ما تسجل. أو عن طريق رقم الموبايل أيضا تكتب اسمك ورقم موبايلك، تكتب الباسورد، وعندك آخر شي هو رمز الإحالة تخليه حتى تحصل صورة NFT أو عملات أو أي شي هدية. أنا عندي حساب راح أسجل دخول مباشرة. بعد ما أسجل راح أقول له انطيني كود على الإيميل حتى يوصلني كود على الإيميل مالتي. بعد ما وصلني راح يصلني هسه وصلني، راح أخلي الرمز وأدخل. بعد ما تدخل أو تسجل أو تكمل تسجيل راح يحولك مباشرة للتوثيق. يعني ماكو تداول رأسا مثل غير عملات أو بعدين وثق، لا، لازم توثق وتكمل حسابك. يلا تقدر تسجل داخل المنصة، يلا تقدر تشتري، يلا تقدر تحول USDT أو تسحب USDT. طبعا إذا بعدك جديد تقدر منها تتعلم كيفية التوثيق من الشركة وتدخل هنا. طبعا أنا راح أدخل هنا وراح أوضح لكم الطريقة. تختار العراق، تختار أول شي الهوية إذا كان عندك أو جواز، وآخر شي إجازة السوق. أنا راح أختار الهوية. طبعا راح أوثق على الانتخابات وقبلوها التوثيق مباشرة. هنا ترفع الوجه الأول للهوية مال الانتخابات، وبعدها ترفع الوجه الثاني. راح يقول لك تماما رفعت. هنا تيجي تاخذ صورة لنفسك، بس صورة تكون بظهرك يعني بيضاء واضحة. تيجي تضغط على هذه الكلمة وتختار انه تاخذ صورة لوجهك، يعني صورة واضحة، وترفعها. بعدها راح تظهر لك هاي الواجهة، تنطيها ستارت فيريفيكشن. راح يحول لك هاي الخاصية، يعني راح ينطيك وجه يتحرك جوا، لازم تسوي نفس الحركات. انا اول شي ما افتهمتها شنو يعني من هاي، بس بعدين انه اتضح انه اكو شخص جوا. هسه شلون هذا يقول لك مثلا، يقول لي افتح حلقك، افتح حلقك، الله افتح حلقك وسد. فراح يوثق انك تتحرك، يعني شخص مو صورة. فما صارت فائدتها مرة ثانية مباشرة قبلها. هنا راح قال لي تم، بس لازم تنتظر. يقول لك حدود 24 ساعة التوثيق يلا يخلص. بس يعني هنا دخلت فعلت، يعني مرة ثانية سجلت دخول حتى فعل المصادقة عن طريق البصمة. ففعلت عن طريق البصمة. هنا حتى أوضح لكم إنك شوف هاي العملية، ويقول لي 1 يوم على التوثيق لازم تنتظر أقصى حد. يعني هم وافقوا. هسه راح أشوف لكم الرسالة اللي اجتني مباشرة. بعدها هنا تيجي نحوله إلى لايت، أو هنا نحول اللغة إذا تحب تحول عربي، وإذا تحب تخليها إنجليزي تخليها إنجليزي. بعدها اللايت تخليه، طبعا تطفي هذا ما تخليه لايت، تخليه برو، يعني هذا نظامه يصير شلون نظام المنصات الموجودة. وراح أشوفكم الرسالة هاي. جتني رسالة تم التوثيق، تحياتي لكم.